دعاء تقرأه فقط 11 مرة يعطيك الله كل ما تريد ويرزقك ويفتح لك أبواب الخير، وكل من لا يسمع كلامك سيطيعك. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم عالم المساء. هذه القناة التي سأشارككم من خلالها مجموعة من النصائح والوصفات. لا تنسوا دعمي عبر نشر الفيديو مع أصدقائكم كي تعمل فائدة بإذن الله تعالى. فضلا وليس أمرا اكتبوا في تعليق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اكتبوها في تعليق واضغطوا على زر أعجبني كي أعرف كم من واحد صلى معنا على النبي عليه الصلاة والسلام. كما ترون في العنوان بإذن الله تعالى اليوم أعطيكم أسرار هذا الدعاء الذي إذا قرأته فقط 11 مرة رزقك الله من حيث لا تحتسب ولا تدري، وأيضا يفتح لك أبواب الخير ويساعدك في أن تحصل على قبول رباني. الكل سيطيعك، الكل سيسمع كلامك. أي زوجة تعاني من هذا المشكل رزقها الله زوج عاصي لا يسمع كلامها ولا يحترمها ولا يعطيها قيمة، فما عليها إلا أن تقرأ هذا الدعاء الذي في نفس الوقت سيجلب لها رزق القبول الرباني، وستتيسر الأمور معها ومع زوجها، سيطيعها ويسمع كلامها بإذن الله تعالى. الدعاء هو ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. صدقوني أصدقائي، هذا الدعاء به تنحل جميع المشاكل ويفتح لك الله أبواب الرزق، أبواب الخير، يصب عليك الله الأموال الطائلة كل ما تريد. اقرأه فقط 11 مرة في اليوم أو أكثر وستلاحظ وستتفاجأ وستتغير حياتك 180 درجة. سبحان الله، يعني تغيير جذري سيطرق بابك، سيفتح لك الله أبواب الخير. سوف تلاحظ نفسك يعني مرتاح البال بإذن الله. إلى اللقاء.